عايزك تركز كده معايا وتصحى لي كده، عشان اللي هحكولك ده يعني حصل مع ناس كتير. الكلام ده من زمان يعني. مثلا انت لما تيجي تتعلم الرفع مثلا وترفع عندك في بلدك، تبقى انت مثلا انت واحد اتنين تلاتة، ما تزيدوش عن كده، ما يبقاش في ناس كتير. مثلا هيقول لك ايه، تلاقي واحد كبير، يا ابني حرام عليك، هتوجع هتعمل، طب والله لا الا ابوك. يا عم انا باذي نفسي، انت بالك انت؟ ما انا عارف اللي انا هعمل. يروح رايح جاي لابويا، ابنك بيعمل وبيرفع وبيخلي، يجي ابويا يسمعنا كلمتين ملوش اي لازمه. طب ماشي يا عم، انت استفدت ايه يعني ايه؟ لا هو لازم يرشد. تلف الايام وتدور الايام، خلاص بقى الحوار ده بقى له سنين. يجي بقى عادي، الدنيا مشت وعادي والكلام راح وجه مع بعضينا وبتاع، فيصادف فرح ابنه، راجل كبير يعني. ت- لقيته بيقول لا تيجي لي بقى الزفه، تعمل معايا الصح وترفع، وعايزك تتشقلب يا ابن الحلال. طب يعني انت جالك زهايمر دلوقتي؟ طب فينك من كام سنه لما رحت لابويا ورشدت عني وبهدلتني؟ يعني شفت الدنيا دوارة ازاي يعني. معنى يعني اللي بقولك ده كله، الناس مش عايزه غير مصلحتها، فعادي. انتوا بالنسبه لي